وهعملها رول بالشكل ده. بعد كده هنبدأ بقى نقسمه على 3 أجزاء متساوية أو 4 حسب الرول عندك قد ايه. لو هو أكبر من كده بتقسميه على 4. أنا قسمته على 3 وأخدت جزء كده تنيته على 2 بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده، وبعدين هنقسمه من النص بالسكينة، وبعدين بنفتحه بالشكل ده. مفيش اسهل من التشكيل بتاعها، سهل جدا. هرصهم وحدات جنب بعضها في الصينيه اللي تدخل الفرن. وكده انا خلصت الكميه كلها. عملنا الصاج الكبير ده وحبه كده كانوا باقيين حطيتهم في الصينيه الصغيره، وبعد كده هبدا بقى اشرب واحده واحده كده بمعلقه كبيره من السمنه البلدي. طبعا لو انت مستخدمه زبده او زبده على زيت هتبقى من ايديك الحلوين زي القمر. المهم نشربها حلو كده علشان تورق معانا في الفرن. في الوقت ده مولعه الفرن درجه حراره 170. هدخل الصينيه الكبيره على الرف الاوسط، مولعه الفرن من تحت بس درجة حرارة 170. هتبدأ بقى تورق معانا في أول مرحلة كده، هتلاقيها اتنفخت معانا وبقت تزداد حجمها بالشكل ده. دي كده عملية